القصة كتبدا بواحد الشاب بسيكو سايق طوموبيلته. هاد الشاب عبارة عن سفاح متسلسل، وفي الحقيقة كان غادي في واحد الطريق مقطوعة وكيراقب الضحايا ديالو، وخبط مع واحد الطوموبيل اللي قدامه من اللور بالعاني. الهدف ديالو كان واضح، يدير سبة مسرحية باش يخلي الضحية ينزل من الطوموبيل. الراجل الشيباني اللي في الطوموبيل الاخرى نزل وهو معصب وبدا كيسب فيه بلا ما يعرف باللي هذه اخر لحظة في حياته، وانه القاتل غادي يبدا ينفذ اللعبة الدموية ديالو. هاد السفاح سلام على الراجل الشيباني بمنتهى القساوة والقلب القاسح، بقى كيضرب فيه بالموس ضربه تبع ضربه تخلاه في حاله خايبه بزاف وما كاين حتى امل باش يعيش. وعلى حسب هاد المعلومات هذه كانت الجريمه رقم 20 ديال هاد السفاح. الغد ليه البوليس الكوري وصل للبلاصه ديال الجريمه، كاع العسكر والضباط تصدموا ودهشوا من الشوفه ديال الجثه، حيت كاع الجرائم الاخيره كانت كتدار بنفس الطريقه بالضبط. كل مره القاتل كيخبط الطوموبيل الضحيه من اللور، ومن بعد كيستغل الفرصه وكيصفيها ليه بدم بارد. المفتش كام طلع عليه الدم وعيا بزاف من هاد القضايا. هذه شهورة والبوليس الكوري ما قادر يوصل لحتى خيط او نتيجة حقيقية، في الوقت اللي السفاح باقي كيدور على خاطره وبرا القبضة ديال القانون. من بعد التحقيقات كان مشى عند الرؤساء ديالو وقال لهم باللي هذا باين شغل قاتل متسلسل كيقتل الناس من غير حتى سبب، ولكن الضباط الكبار اللي فوق منه كذبوه وما اقتنعوش بالكلام ديالو، وقالوا ليه ما كايناش شي حاجه سميتها قاتل متسلسل في كوريا، نتوما غير خيالكم واسع وكتخربقوا. وبالعكس غوتوا على هذيك الفرقه ديال الشرطه وقالوا لهم نتوما فاشلين وحيدوا كامل القضيه كاع. من جهه اخرى وفي ظروف مبدله تماما، هاد خونا دونغلي رجع زعيم عصابه ومافيا قد السخط. الروتين اليومي ديال دونغلي في شي حاجه متميزه وخاصه به، كل نهار في الصباح لازم يتريني الملاكمه، ولكن الخنشة الملاكمه اللي كينزل عليها بالضرب ما فيهاش الرمله، تيكون وسط منها واحد من رجاله في العصابه، حيت اي واحد كيفكر يخونه او يغدر به كيخلص الثمن غالي بزاف. وفي هذا الوقت البلاصه ديال دونغلي رجعت من اكبر الزعماء في عالم الجريمه، شاد في يديه شلا بلايص وخدام في التجاره بالملايين. واحد النهار كانت كاينه جلسه باش يقسموا فيها البلايص ديال العصابات، ولكن زعيم العصابه الاخرى استهتر بدونغلي وصغروه. ناض واحد من الرجال ديال دونغلي هضر بالنيابه عليه، ناض هاد الزعيم الصقع وكب الماء في وجهه وبهدل دونغلي وقال ليه باللي انت ما كتعرفش تلم رجالك. ديك الساعه دونغلي براسو زاد لقدام وعطى للراجل ديالو بونيه لوجهه باش يفهمه فوقاش يهضر وفوقاش يسكت، ولكن ما اعتقش عاوتاني الزعيم ديال العصابه الاخرى ومشى هرس ليه سنانه وقل عليه سنه. كاع الناس فهموا ديك الساعه باللي اللعب مع دونغلي غالي بزاف، وشد هذيك السنه ديال داك الراجل ولاحها في كاس، ومن كثره الرعب زعيم العصابه اللي قدامه هز الكاس وشربه وهو ساكت. ومن بعد داروا الاتفاقيه ديال تقسيم البلايص وسالات بهدوء وبلا صداع. وفي ديك الليله دونغلي قرر يمشي لدارو بوحدو، وكان سايق طوموبيلته بلا حتى حراس، ولكن هو غادي في واحد الطريق مظلامه ومقطوعه لقى وحده طوموبيل اخرى خبطاتو من اللور خبطه مجهده. في الحقيقه هذا كان هو داك السفاح اللي كيقلب على الفريسه ديالو، وهاد المره مكتابه والقدر ديالو خلاه يختار دونغلي باش يكون هو الضحيه اللي عليها النوبه. من بعد الخبطه وملي شاف بلي الطوموبيل ما تضراتش بزاف، دونغلي نزل بكل هدوء. دونغلي اللي كان صافي غادي يدوزها ليه ويسامحو، ولكن يلاه دور وجهه للجهه الاخرى لقى وحده السفاح قصدو ونزل على دونغلي بجنويه ضربه تبع ضربه، ولكن دونغلي صحته قاصحه وصحيح، داكشي علاش قدر يقلب عليه الطرح في الوقت المناسب وتشابكوا مع بعضياتهم وضربوا بعضياتهم ضرب خايب. دونغلي اللي بقى كينزل عليه بضربات ثقال وفي الاخر ضرب السفاح ضربه واعره في صدره. السفاح ملي شاف القضيه حماضت وترونات عليه جرى وركب في طوموبيلته دغيا وقصد دونغلي وخبطو خبطه مجهده وزاد وهرب في حالاته. هنا كتحس بحال الى كل حاجه سالات وتقادات والفيلم سالا، ولكن عتقوا دونغلي وداوه للسبيطار في الوقت المناسب وتكتب ليه عمر جديد. هنايا الرجال ديال دونغلي صحاب ليهم باللي هادشي مخدوم ومؤامره من زعيم العصابه الاول، ومن كثره غدايدهم مشاو للبلاصه ديالو وهرسوا ورونوا الدنيا. بصراحه هاد الرجال مخلصين ووفيين ديال بصح. ومن جهه اخرى الحاله ديال السفاح رجعت متدهوره بزاف، الضربه اللي كلاها من عند دونغلي في صدرو كانت خطيره وهو كيقاوم الوجع وحاول يداوي جراحه بوحدو. وفي نفس هذا الوقت كان واحد الراجل شيباني دايز بالصدفه
وطاح حتى هو ضحيه لهاد السفاح. الغد ليه الصحه ديال دونغلي تحسنات بزاف، وقال لواحد من رجالو بلي الهجوم ديال البارح ماشي من تدبير زعيم العصابه القديم، حيت الراجل اللي واجهو طريقه الضرب والمضاربه ديالو ماشي طريقه ديال رجال العصابات. دونغلي اللي كان عاقل على النمره ديال الطوموبيل ديال هذاك الراجل وكتب النمره ديك الساعه وصيفط رجالو باش يقلبوا الدنيا ويفتشوا عليه. ضابط كام ملي وصلوا الخبر بلي شي زعيم مافيا تضرب بالموس تعجب وتصدم بزاف، مشى نيشان يتلاقى مع دونغلي باش يفهم شنو وقع وياخذ الاقوال ديالو. ولكن دونغلي ما بغاش يعطيه ولا ربع دليل كاع، حيت من الشوفه ديالو البوليس الكوري غير زواق على الخوا ما كيقضي والو. وهذا الشيء خلى كام يتغدد ويتعصب اكثر وقرر يخدم ويقلب بوحدو. وملي مشى شاف الطوموبيل ديال دونغلي لقى بلي اللور ديالها تفرع، ومن هنا تيقن 100% بلي هذا الشغل هو شغل السفاح اللي كيقلب عليه. ثانيه زعيم عصابه كبير كيتضرب من عند شي شمكار في الزنقه، جا نزلات من الهيبه والكرامه ديال دونغلي للارض. ماشي غير هذا الشيء، هذاك زعيم العصابه الاولاني جاه براسو باش يشكي عليه وقال ليه باللي راه رجالك جاو عندي ورونوا البلاصه ديالي بسبب سوء تفاهم ولازم تخلص تعويض على كاع هاد الخسائر. وبقى كيتفلى على دونغلي وقال ليه كنت في بلاصتك وزعيم كبير وقع لي هاد الشيء في البلاصه ديالي كنت انتحرت صاحبي من الحشومه. دونغلي ملي سمع هاد الهضره كان كيغلي من الداخل، ولكن باش ما يكبرش المواضيع ويجمع الطرح سكت ودوزها بخاطرو. تما عاوتاني المحقق كام مشى عند الضابط الكبير ديالو باش يطلب منه الاذن باش يقبض على دونغلي ويحقق معاه، حيت مقتنع باللي هذه هي الطريقه الوحيده اللي غادي توصلهم للسفاح دغيا. ولكن الضابط الكبير رفض هذه الفكره جمله وتفصيلا، حيت هو في الاساس متورط ومقاد الخبيزه والكامله مع دونغلي من تحت لتحت. وكام بقى بوحدو كيتقاتل، وفي الجهه الاخرى السفاح باقي سارح وكينقز في الشوارع. ورجع السفاح عاوتاني يخرج بالليل باش يصيد. هاد المره الضحيه ديالو كانت في واحد الطريق هاديه ومقطوعه، هذاك الشيفور الكاميون اللي كان جالس كيتسنى يشارجي السلعه. وهكا تاني روح بريئه اخرى غتمشي باطل بلا حتى شي سبب. وملي القاتل طلع لداخل ديال الكاميون لقى حلوه العيد الميلاد محطوطه تمايا. في الاصل هاد الشيفور دريويش كان غادي لدارو باش يحتفل بعيد ميلاد بنته، ولكن المكتب والقدر كان عندهم راي اخر. السفاح حل الحلوه وبدا كياكل فيها بكل قساوه وقسوحيه الوجه. وفي هذه اللحظه كان واحد الراجل اخر كاين لداخل الكاميون. القاتل شاف فيه وابتسم واحد الابتسامه كتشوك اللحم. شبان ليكم هذا الراجل؟ شنو كانت نهايته؟ اكيد كاع فاهمين شنو وقع. القاتل سلام معاه حتى هو، وهو هارب طاح ليه الموس منه في الجناب ديال الطريق. الغد ليه دونغلي جاب رسامه وخلاها ترسم الملامح ديال وجه السفاح، وبصراحه كانت فنانه ورسمتها ناضيه. دونغلي شد الرسمه وصيفط الرجال ديالو في كل قنت باش يقلبوا عليه الدنيا. ولكن في نفس الوقت كانت الاشاعات عمرت البلاد باللي كاين شي حد باغي يصفيها لدونغلي، وبسبب هذا الشيء هيبتو الاسم ديالو في المارشي رجعوا هابطين نهار على نهار. وشلا شركاء معاه في الخدمه رجعوا في هضرتهم وما بغاوش يستثمروا معاه. وإلا بقى الوضع هكا الامبراطوريه ديال دونغلي ما غاديش تطول بزاف. رجالو وهما كيقلبوا لقاو هذاك الموس النيت مليوح في جنب الطريق، واللي طاحت من السفاح من بعد الجريمه ديالو ديال الكاميون. ملي دونغلي شاف الموس الدم غلى ليه في عروقه والعافيه شعلات فيه. وثاني يوم دونغلي والضابط كام جلسوا واتفقوا، قرروا بجوج يديروا يد في يد باش يجيبوا هاد السفاح باي ثمن. دونغلي وافق باش يسلم للبوليس كاع الادله القاصحه اللي في يديه دابا. من جهه عندك قوه القانون ومن جهه اخرى عندك القوه ديال المافيا، وفي النص بيناتهم وحش سفاح. ولكن كان كاين شرط بيناتهم، اللي يقبض على السفاح الاول هو اللي عنده الحق كامل يحاسبه ويعاقبه على القناه ديالو. وبمجرد ما الرسمه وصلت للكام صيفط كاع صحابو يقلبوا البلايص ويفتشوا في كاع القناه. ولكن قبل ما يشدوا السلاح ديال السفاح دونغلي وجد واحد اللعبه مسخه وخطيره كثر من هذا الشيء بزاف. عطى للرجال الموس ديال السفاح وخلاوهم يصفيوها به لزعيم العصابه الاولاني. الهدف ديالو كان باين وواضح، من جهه يحيي المنافس ديالو في السوق، من جهه اخرى يلصق التهمه كامله في السفاح. الغد ليه البوليس نزل للبلاصه ديال الجريمه. الموت ديال زعيم مافيا كبير بحال هذا قلب الكوميساريه كامله، والاخبار في التلفازه نزلات باللي زعيم العصابه تقتل بالموس ديال السفاح. في هذا الوقت السفاح كان جالس في واحد القهوه كيتفرج في التلفازه وشايف راسو كتلبس ليه قضيه ما دارهاش، بدا كيغلي من الداخل وتفقس بالسم. وفي نفس الليله دونغلي مشى للجنازه ديال زعيم العصابه اللي مات، وهو كيتشفى واخد الموضوع بالضحك. وفي واحد القنت في الجنازه كان السفاح واقف كيشوف دونغلي بشوفات كلها غدايد وحقد، ولكن ما كانش ماشي تما باش يقتل دونغلي. هو غير حط واحد الورقه بالتخبيه للرجال ديال الزعيم اللي مات مكتوب فيها باللي دونغلي هو اللي قتل الباترون ديالكم بالموس ديالي.
من بعد الجنازه السفاح رجع عاوتاني للصيد ديال الليل وبقى كيصفيها للناس بقلب ميت وبلا رحمه. ومن الجهه الاخرى دونغلي والضابط كان باقيين كيفتشوا على اي دليل، ولكن دقه وحده شعلات العافيه وقع واحد الصداع كبير. الرجال ديال الزعيم اللي مات هجموا على دونغلي باش ياخذوا الطار، كانوا باغيين يصفيوها ليه باي ثمن، ولكن دونغلي ماشي دري صغير ولا راجل عادي، بوحدو وقف ونفخ الحناك ل 12 ديال الرجال. اي راجل دعات عليه امو كيجيبها ليه بين عينيه، كياكلها ويسخف في البلاصه، وفي ثواني كاع الرجال ديال الزعيم الميت تمسح بهم الارض على يد دونغلي. تما عاوتاني الضابط كام كان غارق في واحد المدابزه مع واحد المشرمل، ولكن الظروف عكست معاه وقتل هذا المشرمل بالغلط. وإلا هاد الشيء تفرش غادي يمشي ورا الشمس ويخنز في الحبس اللي بقى في حياته. ولكن هاد المره دونغلي وقف مع كام وقفه الرجال ودفنوا الجثه في السكات بلا ما يحس حتى حد. والغد ليه الضابط الكبير ملي شاف الخمشات والضرب اللي في وجه كام تخلع وتدهش، ولكن واخا هكاك ما رحموش وصيفطو بلا عطله باش يحقق في واحد القضيه ديال الخطف. يلا تفك من المصيبه طاحت اخرى فوق راسو. الضغط المتواصل والتعب خلى كام يوصل للاخر ديالو ويطلع عليه الدم، وهو كيحقق لمح واحد خونا الشكل ديالو ما كيعجبش واقف دخله ديال شي حومه في الظلام. في ديك اللحظه حس وتيقن باللي هذا هو الراس الكبيره اللي ورا كاع هذا الشيء، وما يكون حد اخر من غير داك السفاح. كام هز جوج صحابو ناضو كيجري وراه نيشان، ولكن يلاه جراو مسافه صغيره وخونا داب بحال الملح في الماء. هذا الفشل خلى كام يفشل ونفسيته تدمر، بدا كيحس براسو ما قاضي والو ما كيعرف يدير والو. وملي رجع للكوميساريه واحد العسكريه عطاتو خيط مهم بزاف في يديه وقالت ليه بلي راهم هزوا البصمات من بلاصه الجريمه، وعلى حساب هاد البصمات كان قرب اكثر من اي وقت داز باش يوصل للسفاح. وفي الاخير كان وصل للبلاصه اللي هاد الراجل متخبي فيها، ولكن ملي شاف المنظر تمايا هو براسو تصدم. البلاصه عباره عن خلا وعشوائيات مهدمه. كام فتش الدار وعينو طاحت على التصويرات ديال شي عائله، جبد الدليل اللي دونغلي كان صيفطو ليه قبل وقارنوا مع الراجل اللي في التصويره، والنتيجه كانت متطابقه 100% وما بقى مجال لشي شك. في ديك الساعه صيفط ميساج فوكال لدونغلي وقال ليه بلي راه لقى السفاح. اول ما دونغلي سمع الميساج قال له بكل ثقه ايه هو هذاك ولد طيط. ومن هنا الفيلم كيدخل بينا لقمه الاكشن والاثاره. في نفس الليله دونغلي جمع كاع رجالو عاوتاني، كل واحد فيهم شاد في يديه التصويره ديال السفاح، والاوامر كانت واضحه: قلبوا عليه وجيبوه حي، واللي غادي يقضي هذا الغرض بسلام عنده واحد المكافاه محترمه من عندي. السؤال هنا دابا، الى الهويه ديال هذا الشيطان تفرشات للجميع نهايته كيفاش غادي تكون؟ ما علينا. الرجال ديال دونغلي تشتتوا في كل شبر وفي كل بلاصه في المدينه، اكثر من 60,000 بارطما ديال الكرا، الاف البلايص المشبوهه والزناقي، قلبوا الدنيا كامله. ولكن الغريب انه من بعد كاع هذا التقلاب السفاح ما بان ليه حتى شي اثار. ولكن كيف كيقولوا كل حاجه ليها وقتها، ووقته كانت كتقرب وصافي. الغد ليه دونغلي كان واقف كيتسنى طوموبيلته، بقى وحده شاف واحد البنت في الكليه واقفه كتفسك بالشتا. دونغلي ما فكرش ثانيه وحده وعطاها المظله ديالو بكل هدوء. هو من برا شكله كيخلع ومرعب، ولكن من الداخل ديالو قلبه بيض وظريف. في نفس الوقت كان وصل وقال للبنت بعدي من هذا الراجل، هذا راه زعيم مافيا وعصابات. بنت شافت في دونغلي وضحكات وقالت لي هذا راه باين ظريف بزاف، انت اللي راجل عصابات. ملي سمع هذه الكلمه دونغلي براسو ما قدرش يشد راسو بالضحك، ومن بعد شويه بنت شكرات دونغلي وركبات في الطوبيس ومشات لدارهم. في ديك الليله دونغلي وكاع الرجال جلسوا كينشطوا وياكلوا ويشربوا حتى للصباح من كثرة النشاط والفرحة. كانوا صحابو بجوج نساو كاع باللي راهم بوليس، ولكن هاد الفرحة ما غاديش تطول بزاف. بقى واحد الخبر عاجل نزل في التلفازة: جريمة قتل أخرى وقعت اليوم، والضحية ماشي شي حد غريب، هذيك البنت ديال الكلية اللي دونغلي عطاها المظلة. المذيع قال باللي هاد البنت ضربات بالموس في كرشها أكثر من 10 المرات. وأول ما سمعوا هكا دم غلا في العروق ديال دونغلي وكام. دونغلي أمر الرجال ديالو في البلاصة ينزلوا يجيبوا هاد السفاح اليوم، حيت يلاه دار الجريمه دابا واكيد ما لحقش يبعد بزاف. ولكن الشوارع ديال البلاد كانت عامره والبشر مشتت، وفي هاد الزحام باش تلقاه هاد الشيء كان شبه مستحيل. من بعد دونغلي ورجالو تخباو وداروا ليه كمين في واحد الطريق مقطوعه، ولكن السفاح عاق بكري باللي كان شي حد متبعو حاضر، ناض السياره حتى الاخر وطارب الطوموبيل باقصى سرعه. دونغلي وكام لصقوا ليه ورا الطوموبيل ديك الساعه. هاد المطاردة كانت مرعبة لدرجة أنه 3 ديال الطوموبيلات تخبطوا مع بعضياتهم خبطة خايبة، كاع اللي في الطوموبيلات داخو الدنيا دارت بهم. ولكن في وسط هاد الروينة والزحام السفاح قدر يفلت ويهرب عاوتاني. دونغلي وكام غامروا بحياتهم وناضوا كيجريو وراه، حيت إلا عطاوه فرصة أخرى هادي غادي تكون كارثة. وفي هاد اللحظة
السفاح دار كمين وهجم على واحد من رجال دونغلي، والراجل مات في الحين وفي بلاصتو. وملي دونغلي وصل كان الوقت فات صافي، والراجل هو كيموت وفي اخر انفاسه نعت بصبعه وقال لهم باللي السفاح مشى لهاد الجهه. ما بقى حتى حل اخر، دونغلي زير على سنانو ناض كيجري بوحدو ورا هاد الوحش، حيت الموضوع ما بقاش غير تصار، رجع مساله عداله. دونغلي بقى متبع النقاط ديال الدم ديال السفاح حتى وصل لواحد البار وكباري، بقى كيفتش في كل بيت تمايا. الناس اللي داخل عاطينها للضحك والنشاط وفرحانين، ولكن كانت كاينه شي حاجه غريبه ومشبوهه تما. دونغلي ركز وحقق الشوفه ديالو، لمح واحد جوج ديال البنات في القنت كيبكيو وميتين بالخوف. نفس البلاصه السفاح شاد بنت اخرى وواخدها كرهينه. السفاح براسو حس باللي النهار كحل وانه غادي يتشد هذا النهار. وفي الثواني اللي من بعد دونغلي هرس الباب، دخل ونزن على هذا القاتل بشلال ديال البنيات والضرب. ما كايناش شي ضربه كتمشي في الخوا، وبلا حتى نغزه الرحمه جابوا للارض ومسح به الارض، والقاتل سخف في بلاصتو. دونغلي من غدا يدو بقى كيجرر فيه طريق كامله حتى جابوا للمقر ديالو. واخا هو كيفيض بالدم من فمو، هذا الوحش كان كيحاول يضحك. وملي دونغلي شاف هذا المنظر طلع عليه الدم كتر، وقال في خاطرو باللي هاد الماركات المسخه ما يستاهلوش يعيشوا. ولكن هو صافي كان غادي يصفيها معاه ويقتلو. الضابط كان دخل عليهم في ديك اللحظه ودفع دونغلي للور ودار المنوط على السفاح وقبض عليه. وفي ثواني الاخبار دار في البلاد، السفاح تقبض عليه صافي، والبلاد كامله تقلبات. الصحافه والاعلام هجموا على السبيطار. القاتل كان هادئ بزاف وما بين عليه لا خوف ولا ندم، نكر كاع التهم والمصائب اللي دار، والبوليس ما كانش في يديه شي دليل مادي وقاصح. مستحيل يلصقوا ليه القضيه كامله مجرد مسحفيان بوحدو. كان بقى واقف وعاجز، وهو براسو قال يا ريت كوني خليت دونغلي صفيها ليه ونتهنوا منه. وفي المحكمه السفاح جالس حاط رجل فوق رجل ومرتاح، ما كاين لا شاهد ولا دليل، والقانون ما كان عارف يدير ليه والو. كان جالس كيضحك وسط المحكمه. ولكن دقه واحده دونغلي دخل للقاعه ديال المحكمه، حط كاع الادله والقصه كامله قدام القاضي فوق الطبله، وحلف باللي وقت اللي ضارب هو السفاح تضرب في صدره. والبوليس طلبوه ولقاو بلي الهضره كامله صحيحه. هادشي من غير انه جبد ليهم البرا اللي السفاح كان صيفطها قبل داك الزعيم اللي مات، والخط ديال اليد ديالو طلع متطابق بالمليمتر. هكا القاتل ما بقى قدامه حتى ما فر باش يفلت من العداله. النهايه المحكمه حكمت عليه بالاعدام. في نفس الوقت دونغلي اللي سلم راسو كان واجد يدخل للحبس حيت خرق القانون. وملي دخل للحبس كاع المساجين شافوا فيه باحترام، والسفاح ملي شافو وجهه دار كاع الالوان والصفار، حيت كان بنعاني حطهم بجوج في زنزانه وحده باش دونغلي ياخذ الحق ديال هذيك البنت البريئه اللي ماتت. في بالكم دابا دونغلي شنو غادي يدير فيه؟ اكيد حنا عارفين مزيان كاع. وإلا عجبكم هذا الفيلم شحال تعطيه على 5؟ ما تنساش تقول لنا الراي ديالك في لي كومونتير، ودير شير ولايك للفيديو وتشترك في القناه باش يوصلوك كاع الملخصات الجديده ديالنا اول باول. سلام.